اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالي بقى اقولك على الشيش طاووق وتتبيلته الحلوه، واقولك على تكاته وحركاته علشان يفضل معاكي كده جوسي كده وطري كده، ويطلع معاكي بالشكل الرهيب الحلو ده. وتبطلي كمان تجيبي لي ولادك جاهز من بره. تعالي يلا سمي الله وصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زبديه كبيره كده. طبعا انت عامله قد ايه من الشيش طاووق؟ انا كنت جايبه نص في نص، فطبعا هعمل الكيلو لان الولاد عندي بيحبوه جدا. وبيحبوه بقى يعني سندوتشات وكاتشب والحركات اللي انتوا عارفينها دي. حطيت هنا معلقه صغيره قوي من الماجي الفوريه، ودي اختياري على حسب رغبتك، يبقى زبديه ماجي فوريه ملح. عندي بهارات فراخ كده متشكله، هحط كده برضو معلقه صغيره من بهارات الفراخ. عامة الشيش طاووق بيفضل يبقى بالوراك افضل من الصدور، لان الوراك بتستوي اسرع. بالله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. وهاتي معلقة كده من الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما كانش عندي صلصة، لقيت عندي كيس صغير كده رحت مستخدماه. رشة من التوم البودر ورشة كمان من البصل البودر. مش هنحط حاجة تاني، اصبري بس على رزقك، الخلطة تبقى معاكي مظبوطة. بقى كده هنحط رشة من الفلفل الأسمر، يعني نص معلقة من الفلفل الأسمر، وكمان هنحط ربع معلقة من الكاري. الكاري بيدي الفراخ طعم حلو قوي. المعلقة اللي احنا هنحطها دي دلوقتي اختياري، وهي المستردة. متوفرة عندك حطي، مش متوفرة خلاص مفيش أي مشكلة خالص. وهنا بقى صلي على الحبيب وسمي الله، وهاتي ليمونتين كبار كده وقومي عصراهم على الخلطة اللي احنا عاملينها دي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم أعنا على ذكرك وحسن شكرك وحسن عبادتك. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل يا ست الكل بعد عصر الليمونتين الكبار هتجيبي بالظبط ربع كوباية من الزيت، ويكون زيت نباتي، زيت ذرة، زيت عباد، علشان خاطر ما يغيرش من طعم الأكلة بتاعتك. تمام. بصوا الشيش طاووق هو الحاجة الوحيدة اللي بتحب تاخد توابل كتير او بتاخد حاجات كتير. هنقلب الخلطة دي كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. بالله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا دي وراك، الراجل بيبعت لي الوراك بيخليها وانا بقطعها زي ما انا حابة. تمام. هو مش بيقطعها لي، انا اللي بقطعها. وهتنزليها في التتبيلة بتاعتك وتقلبي، وممكن تحطيها مستعجلة عليها حطيها في التلاجة ساعتين، وبعد الساعتين ابتدي اشتغلي بيها. ممكن تعملي التتبيله من بالليل وتصحي الصبح برضو تشتغلي بيها، اللي انت حباه اعمليه. انا عن نفسي هسيبها في التلاجة حوالي بالظبط ساعه كده، سبتها ساعه وطلعتها عشان خاطر اشتغل بيها. سمي الله وصلي على الحبيب. بصي معايا طبق بقى فيه بصل، فيه فلفل الوان اخضر واصفر واحمر. ما عندكيش فلفل الوان، عندك اخضر مثلا وبصل شغال، اي حاجه متوفره عندك شغاله. اهم حاجه بقى هنا العيدان بتاعتنا او العصيان بتاعتنا لازم تحطيها في ميه، علشان خاطر لما تيجي تخش الفرن ما تتحرقش منك، تطلع معاكي حلوة. طيب هنعمل ايه؟ هنحط مثلا حتة فلفل، حتة بصلاية، حتة فلفل اخضر، حتة فلفل احمر، على يعني كده يعني بنديها شكل كده وبنديها روح. عايزه اعرفك ان المطاعم اكتر، يعني المطاعم مش كلها بتعمل الشيش طاووق دوت من غير فلفل ولا بصل ولا اي حاجه، بيعملوه كده ساده بالتتبيله على طول. فطبعا دي راجعه ليكي ودي رغبتك بقى وانت حره فيها، ده راجع ليكي. بس انا بقول يعني كده بيبقى شكلها حلو وبيفرح الولاد من شكلها العام. تمام. فهنا بصوا هنحط بصل. طبعا البصل طبعا بيبقى طعمه روعه لما بيتشوى معاها، بجد بيبقى حكايه. انا هنا حاطه دي على صاجه، والصاجه حاطه فوقيها شبكه زي ما انتوا شايفين كده، وحاطه علشان خاطر لما ينزل منها زيت او ينزل منها اي حاجه تنزل في ورقه الفويل، ما تنزلش على الصاجه وتبوظ الصاجه. هنحط بقى تاني قطعه كده. بجد بجد بيبقى حلو جدا جدا. انت دلوقتي بتشتريه من بره بكام جاهز؟ اكتر الناس بقت بتشتريه من بره جاهز. ما تشتريهوش جاهز، اعمليه في البيت، بجد طعمه روعة وبيبقى احسن بكتير من بره. بره طبعا بيوزنهولك بعد ما بيحط فيه البصل والفلفل والكلام ده كله، فبالتالي الوزن بيزيد. يعني لو هتاخدي مثلا ربع، الربع هيطلع 2 او هيطلع 3. لا هاتي احسن نص كيلو واعمليه لولادك بالشكل اللي انت شايفاه ده. حاجة بسم الله ما شاء الله، بجد تحفة. وريحة التتبيلة حلوة جدا جدا اهو. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا الشكل بقى العام، او انتي اللي بتتحكمي فيه. تمام. وهندخل بقى الفرن. انا بدخل الفرن طبعا على بحط الصاجة كده زي ما انتوا شايفين، وبقى ابتدي بقى اقلبها. الجنب اللي تحت يستوي اقلب على الجنب التاني، وهكذا بقلب على الاربع جناب من كل واحدة. سمي الله وصلي على الحبيب، وشوفي بقى الجمال وشوفي الحلاوة، بجد
طري حلو جدا، طعمه روعة. يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله. تقدري تعمليه وتحفظيه في الفريزر وتطلعيه على طول يفك، وتحطيه برضو على الشبكة او في صينية او في اي حاجة، وتدخليه الفرن. واقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.